السلام عليكم. اليوم بفعل لكم طبخة بخور. كثير بالتعليقات يعرفوا طريقة البخور بالتفاصيل، وفي وحدة قالت تشتي تكون طبخة صغيرة. هذه أقل طبخة قلت لكم ياته، اللي هي عبارة عن ربع كيلو سكر، 250 جرام سكر، و100 جرام مي، و30 جرام مبسوس العود، و30 جرام عود اللي هو عادي أي نوع عود، وهنا 3 حبات عفص، و10 حبات هيل، و20 حبة قرنفل، وهنا جوز الطيب واحدة، وهذا هيل حبشي، هذا هيل حبشي، وهنا ملعقة مسك، و5 جرام ضفر. طبعا العطور هنا هذا مثبتات. هذه طبخة لعروسة، إذا وحدة تشي تصلح لنفسها طبخة تكون حلوة تستخدم هذه الطبخة، لأن هذه لعروسة. مثبتات بالتولة هذه، وهنا عطر مخلط، لا تتقيدي بأي عطر، اعملي فيه عطور كتير حلوة. طبعا أنا عملت ريحة مخلوطة بين عود وعطور شرقية. والآن إن شاء الله بنبدأ. طبعا يا بنات العود في بعضهم يقولوا لك اعملوا للبخور الحلوة العرايسي عود حلو، مع انه والله العظيم جربنا العود اللي هو يكون غالي، والعود اللي نحن نعتقه بالبيت اللي عملت لكم فيديو على نفس الجودة، وعاده يمكن هذا العود أحلى لأنه يخرج ريحة العطور اللي عتقناها فيه به. فأنصح اللي تشي تعمل لنفسها طبخة بخور تاخد أي نوع عود وتهي تعتقه في البيت بحاجات بسيطة تكلفة أقل وتعمله لنفسه. طبعا البخور العرايسي عشان يكون حلو ويطلع نكهة، مو عشان التبات، هو طبعا المتبت هو بيتبت البخور، بس عشان يكون في نكهة للبخور العرايسي يعملوا له جوز الطيب وهيل حبشي وقرنفل وهيل، بس عشان النكهة تكون مميزة وتكون قارحة يعني قوية. أما التبات اللي يتبت البخور من أساسيات متبتات البخور اللي هو المتبت هذا عبارة عن مسك وعنبر وزعفران وورد شاهي اللي هو ورد اسطنبولي. وطبعا في بعضهم يعملوا خضاب أو لدنة. هنا طرحت المقلة في النار وبسكب السكر اللي هو 250 جرام، والمي 100 جرام. أنا بذمة أخليه يدوب السكر على المي، بروح أخلط أو أدق اللي هو الهيل والقرنفل والهيل الحبشي والضفر بالخلاط وباقي لكم. هنا بعد ما خليته يفور السكر مع المي، شوفوا يطلع فقاقيع منه. طبعا أني على العين، في بعضهم ما يعرفوش إنه كيف يكون ثابت، يعني كيف تتأكدي من السكر إذا سكرتيه على الصحون يكون خلاص قدر يعني جاهز للطبخ. في بعضهم يحطوه على الصحن ويقربوا يعملوه، بس هو انتي اول ما تشوفي هنا دار ما دار يبدأ يرجع زي السكر، هذا المكان يتوالم كده زي السكر يبدأ يتحجر، عرفي ان طبختي جاهزة. الان بسكب العود علشان يتجانس مع العطر مع السكر، وبسكب المسك، وهنا بسكب الحوايج اللي خلطتها كلها، الحوايج اللي صحيحة خلطتها بالخلاط
بخلطها مع العود والشيرة اللي حق السكر. شي حتى تعرفي ان طبختك بدأت خلاص تنجح، يعني تستوي. شوفي كيف يطلع هنا. والآن بعمل المبسوس. خلاص طبختي كده تعتبر مستوية. الآن بس بسكب فيها العطر، بنقص الشولة تحته. لازم تنقص الشولة تحته عشان ما تمسكش بسرعة. هنا بسكب المتبتات. بخلطهم مع بعض. ما شاء الله تبارك الله، ريحة المتبتات لما تسكبيها على العود تعطيها ريحة قوية، لأنه فيها زعفران، والزعفران هو أصلا عطر، وسموه من يعني مثبت لأنه قوي، ريحته قوية وحلوة. شيء خلاص. شوفوا هذا المكان اللي قلت لكم يبدأ يكون زي السكر. شوفوا شيء خلاص، يعني كده الطبخة جاهزة. بسكب على الصحون وبرجع لكم. طبعا هذه الصحون بسكب فيها عطر. قلت لكم هذه الطبخة خاصة، إذا الوحدة بتصلح نفسها مش تجارة تعمل هذه الطبخة. هذه الطبخة الآن عندي سكبتها في الصحون. شي ما شاء الله كيف تجمدت بسرعة، بس لأنها حارة لسه. بعد ما تبرد بخرجها من الصحون وبوريكم كيف بتكون. طبعا هنا رجعت له بعد ما برد. شوفوا بعد ما برد بسهولة ينكسر بسهولة. شوفوا ما شاء الله ريحته حلوة وقوية. طبعا هنا بعد ما يبرد أرش فيه العطر من فوق شوية، وهنا يعني العطر تقريبا أنا اللي استخدمته لهذه الطبخة 25 جرام فقط لا غير، لأنه هذه 50 ملي، فاللي استخدمته للطبخة كاملة 25 جرام. وانتي حرة اذا تزيدي، بس اللي بتكلفك الطبخة هذه اللي هي 3 أقراص بتكلفك 25 جرام مخلط أي نوع انتي تحبيه. وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات تانية لأسرار البخور، وإن شاء الله بالفيديوهات التانية بقول لكم هي العطور اللي تتميز بريحة قوية في البخور، اللي هي تناسب البخور واللي ما تناسب البخور. وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم.